مساءكم سعيد أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم مرة أخرى في فيديو جديد، خبر جديد إن شاء الله ينال إعجابكم. هذا الفيديو سيكون خاص بمسلسل ليلى، شخصية جديدة ستنضم للمسلسل، خبر صار بخصوص عرض المسلسل على قناة عربية وتفاصيل هامة وكذلك تسريبات قوية لحلقة الليلة التي ستعرض على الساعة 9 بتوقيت تركيا وسعودية، وغدا طبعا تجدونها مترجمة. فكذلك في آخر الفيديو سنتحدث عن قائمة وجدول المسلسلات الأربعاء، حيث انضم مسلسل جديد للمنافسة. كل هذا سنتحدث فيه أعزائي في هذا الفيديو، وكما أقول لكم أحبائي فضلا وليس أمرا. كما تعرفون أعزائي الكثير منكم يخرج بدون ضغط لايك، هذا لا يكلفكم الكثير ولكن يسعدني كثيرا. لهذا أطلب منكم أعزائي كل مرة تضغطوا لايك، تعملوا شير للفيديو، تشتركوا إن كنتم لأول مرة تشاهدون القناة، وكذلك تفعلوا خاصية الجرس لكي يصلكم كل جديدنا فضلا ليس أمرا، وهذا لا يكلفكم الكثير يسعدني كثيرا. نعم أعزائي، بخصوص مسلسل ليلى هناك شخصية جديدة ستنضم لكاست المسلسل وستغير كل النسب وستغير كل مجرى الأحداث أعزائي. كما أن هناك خبر سار جدا بخصوص عرض مسلسل ليلى على قناة عربية. نعم أعزائي، قناة MBC4 اشترت حقوق عرض مسلسل ليلى، وستشاهدون مسلسل ليلى أعزائي في مترجم على قناة عربية كما قلت لكم MBC4 ابتداء من يوم الأحد 24 نوفمبر. ستتم لكم ستتاح لكم الفرصة لكي تشاهدوا مسلسل ليلى كما قلت لكم على قناة عربية. نتمنى له التوفيق ونتمنى له النجاح. مسلسل فعلا يستحق، مسلسل استطاع الصمود وبشكل كبير ونسبته دائما قوية، مرة يتفوق على مسلسل مؤسسة عثمان، ومرة طبعا المؤسس الملك يأخذ الصدارة. ونتمنى أن هذا الأسبوع لا تتراجع نسبة مسلسل الليلة، لأن كما تعرفون هناك مسلسل تركي جديد سينضم لمنافسة الأربعاء، وسيكون هناك 5 مسلسلات ستتنافس الليلة الأربعاء: مسلسل المؤسس عثمان، بالإضافة إلى مسلسل ليلى، بالإضافة إلى رائحة الصندوق، بالإضافة إلى المشردين الذي ستعرض منه الليلة الحلقة الثانية. وهذه الحلقة من خلالها سنكتشف قوة المسلسل. إن ارتفعت النسبة أكيد المسلسل قوي جدا، وكما قالوا عنه قبل أن يبدأوا لترويج للمسلسل أنه سيكون أقوى المسلسلات، أو إن انخفضت النسبة أكيد المسلسل مصيره سيكون التوقف بعد حلقات. الليلة انضم مسلسل تركي جديد للمنافسة، مسلسل أمي أنقرة. مسلسل أعزائي في الحقيقة إعلاناته قوية جدا وكترويج للمسلسل قوي، والكل يتحدث عن الصحف التركية تحدثوا الكل عن هذا المسلسل وعن النجاح الذي سيحققه. ولكن كما أقول لكم دائما لا نثق في هذا أبدا. الشيء الذي نثق فيه هو أننا نشاهد الحلقة وبعد ذلك المسلسل والحلقة الأولى أو الحلقات الأولى، وبعد ذلك سنحكم على المسلسل. من يريد ملخص رسمي وتفاصيل أخرى تخص مسلسل أمي أنقرة موجود على قناتي الثانية توب تركيش. نزلت الملخص الرسمي لحلقة الليلة، وكذلك أعزائي تفاصيل تخص المسلسل. نعود لمسلسل ليلى. مسلسل ليلى أيضا هناك تسريبات تخص حلقة الليلة وكذلك انضمام شخصية جديدة. قبل أن نتحدث عن الملخص الرسمي لحلقة الليلة من مسلسل ليلى، إليكم الشخصية التي انضمت لكاست هذا المسلسل. نعم أعزائي، الممثلة أيدا كايا تنضم لكاست مسلسل ليلى، ستجسد دور فضيلة صديقة النور في الملهى. وتسريبات تقول بأن هذه الشخصية وانضمامها لكاست مسلسل ليلى ستغير كل الموازين ومجرى الأحداث في المسلسل. هذه الممثلة أعزائي الذين لا يعرفونها أذكركم إنها شخصية شهيرة في مسلسل لحظة وداع. الممثلة أعزائي احتمال كبير أن تظهر في حلقة الليلة أو في حلقات المقبلة، وكما قلت لكم سيكون لها تأثير كبير في مجرى الأحداث. أما فيما يخص تسريبات حلقة الليلة من مسلسل ليلى، سنشاهد الليلة أن ليلى أخيرا ستتأكد من أن العائلة
تعرف حقيقة أيبك، وفي نفس الوقت تضطر إلى مواجهة سر لم تعرفه من قبل، أن للأسف طوفان من صدم والدها بالسيارة وتركه يموت وكل عائلته مذنبة في نظره مثله، لأنهم يعرفون الحقيقة ويصمتون، وزي ستبدأ مرة أخرى رحلة الانتقام. من جهة أخرى ستتعاون نور مع مليح وصحفي غامض لتهدئة غضب العائلة. ومن جهة أخرى بينما يتسبب توتر طوفان مع نور في تقربه من السراب، فإن الوجبة التي تقدمها نور للأطفال في مكتب النفايات في مكب النفايات تجمع الجميع معا في النهاية المتوترة التي لا يخفض فيها التوتر أبدا. من جهة أخرى ستواجه ليلى التي تحاول كل جهدها لإخفاء هويتها وجها لوجه مع الشخص الذي يكشف سرها، نيجو، عندما لا تتوقعه على الإطلاق. أحداث جميلة، أحداث قوية لمسلسل ليلى. هل تتوقعون أن رغم انضمام مسلسل أنقرة للمنافسة الليلة، هل تتوقعون أن مسلسل ليلى سيتمكن مرة أخرى من أن ترتفع نسبته، واحتمال أن يكون صدارة مسلسلات الأربعاء مرة أخرى؟ أما المشردين زي كما قلت لكم، الليلة ستكون حلقة مصيرية لهذا المسلسل، إما أن ترتفع النسبة ويستمر، أو يكون في دائرة الخطر مثل الكثير من المسلسلات التي دائما كانت ترويج قوي، ولكن في الأخير كانت النسبة ضعيفة وتوقف المسلسل بسرعة. إذا الليلة أعزائي لكم موعد مع 5 مسلسلات: مسلسل ليلى، المؤسس عثمان، رائحة الصندوق، وكذلك أمي أنقرة الحلقة الأولى الليلة وغدا تجدها مترجمة، المشردين الحلقة الثانية. شاركوني رأيكم، نسبة حماسكم لمسلسلات الليلة، وما المسلسل الذي ترون أنه الليلة سيتربع على ترتيب الأسبوع، على ترتيب مسلسلات الأربعاء ويأخذ الصدارة. وما رأيكم في مسلسل أمي أنقرة؟ كما قلت لكم في بداية الفيديو، من لم يشاهد ويعرف تفاصيل عن هذا المسلسل، نزلت لكم أهم التفاصيل التي يجب أن تعرفوها على هذا المسلسل، وكذلك تسريبات الحلقة الأولى التي ستعرض الليلة على قناة ATV وغدا تجدونها مترجمة. ما رأيكم في ملخص الرسمي المترجم لمسلسل ليلى؟ شاركوني في تعليقات. كذلك ما رأيكم في الممثلة التي انضمت وتوقعاتكم لدورها والأحداث التي ستتغير بسبب هذه الممثلة الجديدة؟ شاركوني رأيكم في كل هذا. وكما أقول لكم أعزائي، شاركوا، لا تنسوا قبل أن تخرجوا من الفيديو لا تنسوا تضغطوا لايك، تعملوا شير للفيديو، تشتركوا وتفعلوا خاصة الجرس لكي يصلكم كل جديدنا. وأتمنى لكم التوفيق، وأشكركم على الدعم الدائم والمتابعة الدائمة ودعم القناة، جزيل الشكر. إلى اللقاء في فيديو جديد وخبر جديد، أتمنى أن ينال إعجابكم وأشكركم على المتابعة الدائمة. إلى اللقاء.